مع دخول فصل الشتاء ودلوقتي الناس حبايبنا اللي يستخدموا الاتروفين هيبدأ يروح الصيدلية دلوقتي وياخد له 2 3 ولا 5 6 ويحطهم عنده في البيت ويقول لك يا عم بدوخ عليها طول الشتاء ومش بلاقيها. ليه يا عم؟ عشان انا والله ما بعرفش انام من غيرها، وانا ماشي على طول بيها، معايا واحده في الشنطه وواحده في الشغل وواحده في البيت. طب ليه يا عم الكلام ده؟ اقول لك والله خلاص انا ما بقتش اعرف انام ولا اتنفس ولا اعيش من غير الاتروفين. وبصراحه هو اللي عمل في نفسه كده، دي مش شطاره يعني من الاتروفين ان هو اللي مش ماشي له الدنيا، بالعكس هو اللي قفل له الدنيا من البدايه. ففي الحلقه دي هنتكلم عن الاتروفين، وهنقول ان الاتروفين لا يستخدم لاكثر من 3 ل 5 ايام مرتين في اليوم. طيب ليه بنقول كده؟ لان زي ما قلنا هتوصل لمرحلة انك انت هتبقى ماشي بيه في كل مكان، لان من غيره مش هتعرف تتنفس، لان هو وصلك لمرحلة ان هو اصبح خلاص مش هتعرف تتنفس من غيره. وبعد كده ممكن يوصلك لمراحل كبيرة جدا من المشاكل، ان هو بيعمل تضخم في الانف، بيعمل تضخم في حجاب في الانف، فبيعمل مشكلة كبيرة جدا في غضاريف الانف، وبيعمل مشكلة في الشعيرات الدموية في الانف، وهيوصلك لمرحلة شديدة الخطورة. غير ان انت هتبقى متعود عليه، غير ان انت هتحس بمعاناة لو انت مش بتستخدمها او ناقصة او مش لاقيها. هيعمل لك مشاكل زي ما قلنا، ممكن توصلك لعملية جراحية، وشفت الناس حصل معاهم الموضوع ده. فيبقى الاتروفين لو انت عايز تجيبه اول مرة وحد قالك عليه من حبايبنا دول وقالك ده مفيش بعد كده ومشي الدنيا معايا وشفته بستخدمه وقالك ده جميل جدا وهيريحك ومش عارف ايه، لا، هو استخدامه من 3 ل5 ايام، اكتر من كده ما انصحكش خالص علشان ما ترجعش تندم وتقول يا ريت. طب عايز توقفه، حد بقى من الناس اللي خلاص اتعود عليه عايز يوقفه، في بخاخه اسمها ازيلاست بلس، هاتها استخدمها الصبح وبالليل لمده شهر 2 3، مفيش مشكله خالص، تظبط معاك الدنيا تمام وترجع معاك الوضع ان شاء الله زي ما كان. طبعا دي نصيحة لازم الناس كلها تكون عارفاها، ولو انت تعرف حد بيستخدم الاتروفين ليل نهار يا ريت تقول له المعلومة دي. اتمنى تكون الحلقة مفيدة والفيديو يكون مفيد، ويا ريت لو في اي سؤال سيبوني تحت في التعليقات اجاوبك عليه بسرعة ان شاء الله. اشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.